كتير مننا عايشين على الأرض محققين نجاحات كتير، قادرين يوصلوا ويحققوا أهدافهم على كل المستويات. لكن في حاجة جوانا بتمنعنا نكون نفسنا، نكون الأشخاص اللي ممكن نكونهم فعلا. مش بنعرف نحدد إحنا مين بالظبط. الموضوع مش معرفتنا بأساسيات سيرتنا الذاتية، اسم وسن وكذا. الفكرة إننا مش عارفين حاجتين أساسيين. أولا، مش عندنا إحساس ثابت بقيمتنا. وثانيا، مش عندنا فهم واضح لقيمنا وأحكامنا. من غير ما نعرف نفسنا كويس بنواجه صعوبة، خاصة في التعامل مع الانتقادات والمدح. لو الناس قرروا إننا ملناش قيمة أو وحشين، مش هيكون جوه نفسنا حاجة تمنعنا من قبول أحكامهم بشكل كامل، مهما كانت غلط أو متطرفة أو قاسية. هنكون عاجزين قدام رأي الناس، ودايما هنطلب من الناس يقولوا لنا نستحق إيه بدل ما ندور على الإجابة جوه نفسنا. بغياب حكم مستقل عن نفسنا هنكون دايما جعانين للمدح الخارجي. التصفيق من الجمهور هيهمنا أكتر بكتير من المفروض. هنكون عرضة للجري ورا أي فكرة أو نشاط الناس بتحبه دلوقتي. هنضحك على نكت مش بتضحك، هنقبل أفكار مش حلوة عشان بس هي موضة، هنهمل مواهبنا حقيقية ونشوف غيرها عشان نفوز بسهولة بشعبية وحب الناس، هنكون تابعين لرأي الجمهور بشكل أعمى. بس الحقيقة لازم نكون طيبين مع نفسنا. مفيش حد بيتولد بقدرة مستقلة تخليه يعرف هو مين، لكن مع الوقت بنتعلم يكون عندنا هوية. لو كنا محظوظين في سننا الأولى، فبيكون في حد تاني بياخد وقته عشان يدرسنا بعدل واهتمام ولطف، بعد كده يعكسنا لينا بشكل مفهوم ونقدر نقلده بعدين. بيدونا بداية صورة حقيقية لهويتنا، اللي بنقدر ناخدها ونغنيها على مر السنين، ونقدر نستخدمها كدفاع ضد الأحكام المشوهة من الناس المستعجلين أو سيئين النية. معرفة احنا مين هي فعلا ميراث من أي حد عرفنا بشكل صح من الأول. بناء الهوية ده بيحصل بخطوات صغيرة ومستمرة لكن منقذة للحياة. زي مثلا ان اب ممكن يقول ردا على حزن ابنه ده اكيد وجعك، وبالتالي هو بيأكد مشاعر الطفل. او يقول في وقت تاني عادي ما تكونش مبسوط في عيد ميلادك، وده بيبني رد فعل غير نموذجي عند الطفل اتجاه احداث معينة. الاباء الشاطرة بتقدم تفسيرات لطيفة، بيكونوا في صف الطفل ودايما مستعدين يحطوا احسن تفسيرات ممكنة على لحظات الغضب او الفشل، وده بيرسم الاساس اللي بيظهر منه تقدير ذاتي مرن وامان وحاجات تانية كتير. ده المثال المثالي، لكن طبعا ممكن الأمور تكون أسوأ، وغالبا دايما بتكون أسوأ. فمثلا الأب ممكن يقدم انعكاس مش مناسب أو مش واقعي مع واقع الطفل، ده بيخرب قدرة الطفل على التواصل والتدارك مع مشاعره. الأب ممكن يقدم للطفل طريقة قاسية وحكيمة لتفسير نفسه، ويكرر اقتراح أن الطفل سيء النية أو مش كويس، وبالتالي الطفل بيكبر حاسس انه مش بس مش مستحق للتقدير، لكن كمان لانه ما تمش رؤيته وتفسيره بشكل كافي، فبيحس انه حتى مش موجود. الشعور بعدم الواقعية هو النتيجة المباشرة للإهمال العاطفي. إدراك إننا مفتقرين لهوية مستقرة هي فكرة صعبة، لكن ممكن بالطريقة الصح نبدأ نصحح المشكلة في أي وقت. لازم نلاقي مساعدة من شخص حكيم ولطيف، يمكن معالج نفسي شاطر، يمكن حد يقدر يدرسنا عن قرب، حد يقدر يعكس لنا نفسنا بشكل صح، وبعد كده يأكد اللي احنا بنشوفه مع بعض. بعينيهم بنقدر نفهم ونتعلم يمكن لأول مرة ازاي نحس فعلا، وازاي ناخد مشاعرنا وافكارنا بجد، وازاي نعمل اللي احنا عايزينه فعلا. ممكن من خلال ملاحظاتنا نتعلم ناخد صف نفسنا اكتر، ونحس بصلابة داخلية اكتر، فنثق في نفسنا اكتر من ما الناس تثق فينا. نحس اننا نقدر نقول لا مش دايما بنتمرجح مع الريح، ونحس اننا بنمتلك شوية حقائق مهمة عن نفسنا. لما نعرف نفسنا بالطريقة دي هنكون أقل جوع للمدح، أقل قلق من المعارضة، وأكتر أصالة في تفكيرنا. هنكون اتعلمنا فن معرفة ومصاحبة نفسنا حقيقية، وهنكون حقيقيين. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف فيديوهات أكتر تعرف بيها نفسك.